سرعة عنصر مهم مو مطلوب. ياسر يبحث عن فرصة فردية، وسط تغطية وتسديدة تمر من ويسلي لتعلن عن هدف أول لصالح الفريق الهلالي. يسجله ويسلي ليتقدم الهلال في الدقيقة 54 بهدف أول من ويسلي بعد أن استغل الكرة. حاول أن يجهزها ياسر، يتقدم ويسلي بهدف للهلال ولا شيء لنجران. ربما هذا الهدف يفتح المجال كثيرا حقيقة أمام الهجوم الهلالي في الدقائق القادمة. شوف الكرة استغلها ويسلي أمام الفريق، أمام مرمى نجران، وجاهزة من قدام ياسر، لعبها مباشرة باتجاه المرمى لتعلن عن هدف لصالح نجران. وسط تبديل الآن سيتم لفريق نجران، سينزل. شوف تجهزت أمام ويسلي، أي نعم تعامل معها بشكل جيد، ولكن تبديل يأتي الآن من فريق الهلال. يسجل هدف للا شيء من ويسلي. إذن الهلال بيشي يمرر طويلة حلوة لياسر القحطاني، يتقدم ياسر يسجل الهدف الثاني. ياسر القحطاني يسجل الهدف الثاني للهلال مع الدقيقة 65 من لقائهم مع نجران، بعد أيضا تمريرة حلوة وجميلة جدا لصالح الفريق الهلالي. الهلال إذن يتقدم في هذه اللحظة على نجران بهدفين للا شيء، بلا شك نتيجة مطمئنة للهلاليين مع مرور الدقيقة 65. نجران صعب جدا على ملعبه، ولكن الهلال تحسن تعاملهم مع الكرة مع الهجمات في الشوط الثاني، واستطاعوا التقدم بهدفين، واحد من ويسلي والثاني من ياسر القحطاني. هدفين للهلال لا شيء لنجران. كرة هذه الإعادة بلا شك، الكرة الطويلة، التمريرة الحلوة التي جاءت لياسر، استطاع استثمارها بشكل جيد من سلطان البيشي والسيطرة عليها، وبالتالي الهلال 2 نجران لا شيء. الجيدة 5 طبقات متناسقة تعزز مهارات اللاعبين في هذه الكرة. ياسر القحطاني يلعب كرة وبالتالي يسجل الهدف الثالث للهلال من ركلة جزاء. يتقدم الهلال 3 أهداف للا شيء عن طريق ويسلي وياسر القحطاني هدفين. بلا شك نتيجة مطمئنة لهذا المدرب الكومباري الذي يقوم بأول تجربة خارج فرنسا، ويطمع الهلاليون في أن يكون فعل خير على مجريات الفريق الهلالي، رغم أن المباراتين الأولين للهلال مع هجر والفتح لم تكونا بالصورة التي ترضي عشاق هذا الفريق الكبير الهلال. ياسر القحطاني، شوف هذه الإعادة، لعب الكرة بشكل جيد رغم أنه ناصر السيحري انتمى باتجاه الزاوية المطلوبة، ولكن ياسر لعبها أيضا بشكل جيد. والآخر قائد الفريق الهلالي. إذن 3 أهداف الهلال. كرة للبيشي، عرضية من مرمى ومحاولة لبونك ويسلي يحصل على الهلاليين على هدوئه في التعامل مع الكرات، وبالتالي يسجل هدفا رابعا لصالح الفريق الهلالي. مع الدقيقة 76 تغيرت حال الهلال كثيرا في الشوط الأول، الشوط الثاني عنها في الشوط الأول، واستطاع ويسلي هنا أن يسجل هدفا هلاليا رابعا في مرمى نجران. بلا شك النتيجة ثقيلة على فريق نجران. ويسلي الذي انتقل من فاسولي الروماني، شوف إعادة تهيأت للسو، لعبها ويسلي بهدوء جميل جدا أمام المرمى. ويسلي 31 سنة، شوف حلوة، والهدوء مطلوب من المهاجم أمام المرمى، ولكن هل تتاح له هذه الفرص دائما؟ ويسلي يمرر كرة جميلة وفرصة هلالية لتسجيل هدف خامس، وحاول والتغطية حاضرة، وبكل ذكاء يلعبها بعد التمريرة في مرمى سلمان الفرج في مرمى نجران. هدفا خامسا للهلال يثير الكثير من السعادة لدى جمهور الفريق الهلالي على عكس مجريات الشوط الأول. إذن الهلال 5 مريحة تماما لجماهيره وللاعبيه ولإدارته في مرمى نجران مع الدقيقة 83، ونجران لا شيء. واحد الحقيقة ربما تكون من النتائج الثقيلة في مباريات هذا الموسم. 5 أهداف
للا شيء. وإذا ما استعرضنا النتائج الثقيلة أيضا في الموسم القادم أو الماضي عفوا، نجد أنه جاءت هناك كثير من المباريات بنتائج ثقيلة على الفرق التي لعبت، وهو سجل في مرماها أيضا الكثير من الأهداف. شوف إعادة، كان ملعوبة للخلف إلى سلطان البيشي، يتقدم يهيئ حلوة إلى اليسار، بينية جميلة لويسلي، والهدف السادس للهلاليين في مرمى نجران. ثقيلة على نجران، 6 أهداف في شوط واحد، ونتيجة مغايرة تماما لوقائع الشوط الأول. 6 أهداف سجلها الهلال في مرمى نجران، وبالتالي نتيجة مريحة جدا للفريق الهلالي تصل به إلى النقطة الرابعة مع الدقيقة 90 من مباراته أمام نجران الذي لم يحرك ساكنا في لقاء اليوم، وبالذات في الشوط الثاني، وهي نتيجة طبيعية لأداء الهلال والانفتاح اللعب أيضا من الدفاعات النجرانية. يتقدم الهلال ب6 أهداف، ثلاثية منها من ويسلي وثنائية من ياسر القحطاني وواحدة من سلمان الفرج. إذا 6 للهلال لا شيء نجران، و3 دقائق من الوقت بدل الضائع. كرة القدم أحيانا العقل فيها مطلوب. شوف الهدوء اللي جاء